شباب سلام عليكم، ان شاء الله طيبين يا اخ. معاكم شاب زامي. ان شاء الله الليله حاتناول معاكم قصه شويه كده غريبه جدا جدا ومدهشه، ونحن كمجتمع اسلامي الحاجه دي يعني بعيده جدا جدا عننا، وكمجتمع محافظ انه الحاجه دي ذاتها ما بنستوعبها، حتكون مستحيله في حياتنا. ففيديو الليله ان شاء الله حيتكلم عن اسره غريبه جدا جدا، ومجتمع غريب، مجتمع متقبل الحاجات الغريبه والطفرات اللي بتحصل فيها. مره واحده متزوجه لها راجلين، متزوجه راجلين، مره واحده يا جماعه متزوجه راجلين. الحاجه دي الواحد ما بيستوعبها نهائي. نحن عندنا في الاسلام ممكن الراجل يتزوج له اكثر من امراه واحده، لكن مره واحده تتزوج لها اكثر من واحد، تتزوج راجلين. طبعا الحاجه دي شويه بعيده مننا، نحن كمجتمع محافظ الحاجه دي بننكرها. الله عز وجل جوز للراجل انه يتزوج اكثر من امراه. الله عز وجل بيقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. يعني الحاجه دي مباحه بالنسبه للراجل، اما مرة تتزوج لها اكثر من راجل فدي حاجه غريبه يا جماعه. خلونا نشوف ونشاهد الحاجات دي. يعني انه يتخيلوا بس هم مبسوطين بينوموا في مكان واحد، وحتى يعني حاجه كده غريبه جدا جدا. هم مبسوطين، يتخيلوا زي ما انتم شايفين انهم مبسوطين، بيطلعوا رحلات، وحتى ام المرة ذاتها، ام المرة الزوجه الاثنين، هي يعني قبلان الحاجه دي ومبسوطه جدا جدا، ومتقبلين الحاجه دي الاسره والمجتمع كله. طبعا الزول الحالق ده هو الراجل الاول، وعبدين هو الراجل الثاني، واللي في النص اسمها اليسكا. حاجه دي غريبه جدا جدا. يعني انهم بيقولوا ان احنا مبسوطين، يعني اتزوجنا مبسوطين، وقابلنا الحاجه دي، بيطبخوا سوا، بياكلوا سوا، وبينوموا في فراش واحد سوا، فهم متقبلين الحاجه دي تماما. والحاجه المدهشه انهم سعداء، يعني مبسوطين من الحاجه دي، متقبلينها ومتزوجين، وعندهم اطفال كمان. يعني عندهم 3 اولاد، عندهم الولد الكبير والولد الوسطاني والصغير. يعني هم متقبلين حاجه ده. الولد الكبير طبعا شايفينه بيتكلم، بيقول نحن متقبلين حاجه ومبسوطين انه نحن عندنا ابهين وام واحده. يعني تخيلوا بس يا جماعه، في غايه الدهشه والذهال. على فكره ان هي بتقول انا قدرت اسيطر على بيتي ونحن مبسوطين جدا جدا. على فكره هي ذكيه جدا جدا، لو ما ذكيه ما حتقدر تسوي الحاجه دي. فهي فاهمه وقدرت تسيطر على راجلين. نحن هنا الرجل الواحد ما يقدر يسيطر على مرتين، هي قدرت تسيطر على راجلين، وعندهم اطفالهم بيطبخوا سوا، بياكلوا سوا، امورهم كلها ظابطه يا جماعه. تخيلوا بس يعني الأمل أبنجم بيقطع، والزول الحالق بيأكل الأولاد وبيشربهم يعني. فهم يعني مبسوطين جدا جدا. أنا الحاجة إنه حتى الكلام ذاته أحيانا بيطير بإني ما أعرف أقول شنو. يتخيلوا بس، فأسرة محافظة والأهل متقبلين الحاجة دي، بنوموا سوا. لكن الاختلاط هنا إنه كيف حتعرف ده ولدك؟ يعني انا وانا وصاحبي الفلان نقعد مثلا متزوجين مره واحده، انا كيف اعرف الولد الجدى ولدي او ذاك يعرف انه ده ولده؟ DNA. هم ما بيحتاجوا الحاجه، لان هم متقبلين الحاجه اللي بربوا الاولاد سوا، وباكلهم بيشربوهم، وحتى الاولاد ذاته يعني بصحه جيده، زي ما انتم شايفين يعني حاجه كده. طبعا عادي، يعني القانون بيسمح لهم ان هم يمشوا يتزوجوا في المحكمه. هم واقفين، واحد بيجي في النص، وبيمسكوا الاقلام ويوقعوا خلاص انه انا قبلت الزواج، لقد قبلتها كزوجة لي، وهي تقول انا لقد قبلتهم الاثنان كزوجان لي. يتخيل الحاجه دي بس يا جماعه. يعني طبعا في المجتمع الإسلامي أو المجتمع العربي الحاجة دي ما بعيدة جدا جدا، لأنه الشريعة الإسلامية بتحرمنا من الحاجة دي تماما، إنك أنت ما حتقدر تسوي الحاجة دي. والغريبة إنه في الأولاد والأطفال وحبوبتهم ذاتها، يعني بتقول إنه نحن سعداء ودي رغبتهم، ونحن لازم نحن نقف معاهم، لأنه هم دي رغبتهم، دارين يسووا الحاجة دي. فنحن ما دام إنه هم حيكونوا سعداء وحيكونوا مبسوطين ما عندنا أي مانع. والواضح فيهم يعني إنهم سعداء. يتخيلوا بس الراجل الأول بيجي والراجل الثاني بيجي، هم قاعدين بيتونسوا ومبسوطين، والأولاد مقبلين الحاجة، وحتى أجدادهم وأمهاتهم وأبهاتهم والمجتمع كله متقبل الحاجة، لأنه دي رغبتهم. عندهم الحرية، حريتك إنك أنت تختار المرة اللي عايزها، والمرة تختار إنها دار تتزوج لها راجلين 3 4 راجل، ما عندهم مشكلة. وحتى إنهم صور عائلية يعني
المجتمع متقبل الحاجة دي، انت مالك بس، انت مالك ما دام انه هم مجتمع متقبل الحاجة. طبعا نحن الحاجة دي ممنوعة محرمة عندنا شرعا، ما يجوز انه المرأة الواحدة تتزوج لها رجلين، لانه بيكون في الحاجة دي الوطء او الجماع اللي بيجي يعني اكتر من واحد للمرأة الواحدة، ده بيجيب امراض، بيجيب الايدز، بيجيب السيلان وكثير من الامراض الجنسية. لكن هم عندهم وقاياتهم وعندهم حاجات هم بيوقوا نفسهم منها. فعموما كده يعني يا جماعة الحاجة دي نحن كمجتمع إسلامي مرفوضة تماما، لكن هم على ما يبدو إنهم اختاروا دي حياتهم وإنهم هيمشي عليها كده وما عندهم أي مشكلة. حتى يعني عندهم ولدين وعندهم بنت صغيرة، البنت الصغيرة يعني هم ربوها، انتوا زي ما شايفين انه العائلة مبسوطة وكلهم مجتمعين في مكان واحد، بيطبخوا سوا، بياكلوا سوا، وحتى الجراند فاذر والجراند ماذر كلهم قاعدين معاهم سوا مجتمعين ومتقبلين الحاجة دي، ما عندهم اي مانع. ده نهاية الفيديو بتاعنا، ان شاء الله تكونوا استمتعتم معنا، وإن شاء الله تكون رحلة شيقة معاكم، وعرفتوا إنه المجتمع الغربي هو فيه الحاجات دي، يعني مجتمع منفك، مجتمع مختل أخلاقيا، ما زي المجتمع الإسلامي، المجتمع العربي مجتمع محافظ تماما. نحن مسلمين طبعا الحاجة دي بعيدة مننا، ما مستحيل نحن نسوي الحاجة دي. طبعا في بعض البلدان العربية برضو في الأوان الأخيرة دي يعني برضو في الحاجة دي، ما في داعي نذكر لكم أسماء الدول، لكن في دول فعلا إنها هي سوت الحاجة دي، لكن ما حنذكر لكم، انتوا براكم عارفين او ممكن تبحثوا عشان تعرفوا الحاجة دي. فعموما دي نهاية حلقتنا، نتمنى انكم استفدتوا، نقول لكم السلام عليكم، نتلاقى في الحلقة الجاية في موضوع جديد، موضوع شيق جدا جدا، في امان الله.